صفقات الهلال الجديدة تحسم أول مباريات زعيم القارة في النخبة. المباراة بشكل كبير تشبه مباراة الأهلي أمس في النخبة، لما كان مستوى الشوط الأول كان غاية في السوء، الشوط الثاني عدل ورجع للمباراة. زاغي لحد الآن قاعد يجرب في الرسم التكتيكي اللي قاعد يلعب فيه في كل مباراة إلى حد الآن. يعني شفنا الشوط الثاني لعب ليوناردو ونونيز نفس الطريقة اللي كان يلعب فيها مع الإنتر، وشفناه يطلع ماركوس ليوناردو ويدخل جناح يمين، وشفناه يلعب الأجنحة على الأطراف ثم يرجعهم في العمق، والأطراف يفتحون على الخط من اليمين واليسار. ألف باء التكتيك الإيطالي والفكر الإيطالي في كرة القدم هو أنك تحافظ على شباكك وتسجل هدف، تخطف هدف وتحسم المباراة. الهلال لحد الآن ما هو قادر أبدا يحافظ على شباكه في أي مباراة لحد الآن. بخصوص ثيو هرنانديز وكانسيلو، اللعيبة عندهم تقريبا نفس الخصائص، وهذا شيء أنا بالنسبة لي أشوفه ما هو كويس. يعني غالبا في كل فرق العالم اذا صار فيه ظهير زي ثيو هرنانديز طيار على الخط، الظهير الثاني يكون اكثر تحفظ. في الهلال في كانسلو وفي ثيو هرنانديز اكثر لعيبه، او من اكثر الاظهره اللي كانوا موجودين في اوروبا اخر 5 6 سنوات يحبون يلعبون ادوار هجوميه، وهذا شيء يعزز الانزاجي اكثر واكثر. يلعب 3 قلوب دفاع ويلعب كانسلو وثيو هرنانديز على الاطراف. لكن المشكله ان هذا الاسلوب يكون على حساب سالم الدوسري. اذا ما لعب على الخط او يلعب كمهاجم ثاني، كلنا نعرف ان سالم الدوسري ما يلعب الا على الطرف، والى حد الان انزاجي باقي يواجه هذه المعضله، هذه المشكله. بخصوص اللاعب التركي يوسف، والله ماني عارف اسمه الثاني، اسمه صعب. بالنسبه لي شفت اول مباراه له مع الهلال كان مستوى خرافي جدا. في النهايه الف 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 مبروك جمهور الهلال، جمهور الزعيم، الفوز. فوز مهم جدا معنوي قبل مباراة الهلال مع الأهلي يوم الجمعة. مباراة بتكون حاسمة جدا ومهمة جدا معنويا، وتعطي أدلة لكل فريق من الفريقين وين بيوصل في مستواه هذا الموسم.